السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم ياسمين محمد من قناتي ابسط من البساطة. النهارده هنعمل مع بعض الطعمية. الطعمية طبعا من الاكلات الشعبية جميلة جدا اللي لازم بتكون طبق رئيسي في فطار كل يوم. كلنا طبعا بنحبها. تعالوا نعملها مع بعض ونشوف كل اسرارها، ونعملها محشية ونعملها سادة زي بتاعت بره واحسن كمان شوية، لان دي طبعا انت اللي عاملاها على ايدك وضامنه نظافتها. بس اهم حاجه لايك، واللي اول مره يشوفني اشتراك في القناه ويفعل الجرس على كلمه الكل عشان يوصلوا كل جديد. يلا بينا نسمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه دلوقتي معايا الفول المدشوش، احنا جبناه وبلناه على بيات، ومن الصبح بقى برضو غسلناه تاني من الميه ونضفناه زي ما انتم شايفينه كده اهوت معايا. كميه طبعا اللي انت عايزاها، نص كيلو او كيلو حسب ما انت عايزه. النص كيلو بياخد معانا ربطه من الخضار. تعالوا حالا كده بقى نشوف معانا بقيه المكونات. تاني حاجه معايا دلوقتي الكرات اللي هو بتاع الطعميه دي، بالشراء من اي حد بتاع الخضار بيبقى موجود عنده. طبعا انا جايبه على نص كيلو، دي ربطه زي ما انا قلت لكم. ومعايا بقى برضو حته بصلايه صغيره وراس توم، طبعا اهم حاجه التوم فيه، وقرنين فلفل حار وقرن فلفل من اللي هو البارد. طبعا البصل ما بكترش بصل، هي حته صغيره عشان ايه يعني لما بيقعد عندنا في قلب التلاجة كتير الطعميه بتسمر. معظم المحلات بتاعت بره على فكره ما بتحطش فيه بصل، بس احنا هنحط حته صغيره كده تديله ريحه. طبعا ما بحطش في الوصفه ديت اللي هي الكزبره اللي هي الخضراء، لان الكزبره الخضراء لما بتقعد برضو عندنا بتسمر معانا عجينه الطعميه. هتحطي كزبره ولا حاجه فيها لو انت هتاكليها على طول، يعني هتعمليها وتقليها على طول للاكل، مش هتاكليها على طول وهتتعمل معاكي في الفريزر بتعملها من غير يا دوبك بس الكرات ده. تعالوا كده بقى نقلب المكونات دي كلها على بعض ونضربها معانا في قلب الكب. اول حاجه خالص كده بحطها معايا في قلب الكبه، بحط عود خضار الاول تحت كده اللي هو الكرات بتاع الطعميه اللي احنا جايبينه، عشان خاطر لما باجي اضرب بيلف معايا على طول الطعميه تبقى سهله خالص معايا. تعالوا بقى نحط كده يلا الفول والبصل عليه والثوم. طبعا كده خلاص حطيت الحاجه معايا اهو. طبعا الملح بقى جنبي، في كل دور كده بحط حبه كده من الملح اهو، وشويه ميه كده صغيرين عشان خاطر برضو ايه عجينه الطعميه تلف معايا اهو. واقفل الكبه بتاعتي. كده اهوت برضو بعد ما فضيتها. طبعا اول حاجه طبعا الخضار تحت اهو، واعبي بقى الفول كده. طبعا لو الكبه اللي عندك كبيره بتحطي طبعا كميتك مره واحده، لو كبه صغيره طبعا بتحطي حبه بحبه زي ما انا بحط كده اهو. ولو ما عندكيش كبه خالص وعايزه برضو تعملي الطعميه عندك في قلب البيت عندك، شفت برضو اللي هي المطحنه بتاعه الخلاط بتعملي فيها برضو، بتحطي حبه بحبه برضو في كل دور تحطي فيه شويه ميه هتلف معاك على طول وتبقى جميل اهو. انا كده حطيت الكميه بتاعتي، حبه ميه برضو صغيرين اهو عشان خاطر بس تلف الكبه معايا اهو. وطبعا الملح اهو، اضربها برضو كده. كده خلاص بقى خلصت كده الضرب معايا في قلب الكبه، فضيتها معايا هي بقى كلها على بعضها. طبعا مسكتها قلبتها تاني عشان ايه برضو انا ضربها معايا في قلب الكبه حته بحته. دخلت المكونات كلها تاني مع بعض كده اهي زي ما انتم شايفينها كده. طبعا انت لو عايزاها خضرا عن كده بتزودي الخضار بتاعك، بس انا بحبها كده. انت برضو يعني دي ايه حريه ليكي انت. إيه طبعا انا دقتها برضو لقيتها عايزه شويه ملح فحطيت لها تاني. انت برضو دقيها لو انت شايفاها حطها حلو ليكي كده. خلاص محتاجه بتزودي لها شويه وتقلبيها برضو تاني مع بعض. طبعا بقى بجيب معايا حالا علب تلاجة بعبيها فيها وبحطها في الرف اللي تحت الفريزر. ده مثلا لو انت هتستعملها لمده اسبوع بتطلعي حته بحته وتستعمليها. لو انت بقى عايزه تحطها عندك فتره طويله عن اسبوع حطها معاكي في اكياس وحطها في قلب الفريزر وتطلعي طبعا الكيس بتسيبيه شويه على ما تفكي كده معاكي وتبداي تستعمليها. تعالوا بقى كده مع بعض نشوف ايه، ناخد حته كده ونقلها مع بعض ونشوف هتبقى عامله ازاي. خدت حته كده معايا في قلب طبق اهو، هنبدا بقى نحط عليها كده الاضافات بتاعتنا. طبعا ده ايه شويه من الكربوناتو مش كتير طبعا، ده شويه شطه ده اختياري، وده شويه كزبره على شويه كمون
طبعا بقى انا هقول لك على السر بقى بتاع المحلات اللي بيخلي طعمها رهيب. طبعا ده معايا ده شمر، ده شمر اهو. الشمر ده اصلا بيجي حصى، انت بتاخديه تطحنيه معاكي في الكبه اهو. بصراحه ده بيخليها رهيبه اهي. حط طبعا حبه كده اهو. وطبعا المفروض يكون معايا كزبره ناشفه بس حصى، بحط حبايتين معايا. انا طبعا ما كانش متوفر عندي، فانا كنت طحناها فحطيت منها اللي هي المطحونه. بس طبعا لما بتحط حصى بتبقى حاجه تانية. طبعا شويه سمسم. بقلب بقى طبعا المكونات دي كده كلها مع بعض. وبعد كده تعالي بقى تعالي نقلها كده سوا يلا. قلبتها كده معايا كده عجينه الطعميه هي كانت عايزه معايا معلقتين ميه، حطيت لها معلقتين ميه لان كانت العجينه معايا تقيله خالص. طبعا جبت بقى معايا هي طاسه سخنه، حطيت فيها الزيت. طبعا الزيت لازم يكون سخن. تعالوا بقى كده نقلها مع بعض. باخد حته كده على ايديا. طبعا كميه زيت حلوه بقى معاكي في قلب الطاسه. زي ما انتم شايفين كده. هعمل كمان واحده كده معاكم اهي اهي. كده خلاص احمرت معايا اهي، شايفينها لونها جميل قوي. ولا ريحتها بقى مش عارفه اقول لكم بصراحه ريحتها عامله ايه. الشمر والكزبره فظيعه فيه اهي. تعالوا بقى نقلب كده مع بعض التانيه. دي طبعا ما قالتش بقت العجينه كلها، سبت برده حته معايا اهي. هنضيف لها بقى كده معايا حته بصلايه صغيره مقطعه حته صغنطوطه كده، وده قرن فلفل برده اهو مقطعه حته صغيره، وده قرن فلفل احمر. طبعا اي فلفل الوان عندك تحطي زي ما انت عايزه. طبعا دي اختياري، دي كده فكره انا بديها لك اهي. شوفي حطيتها عليها اهي. لو عندك طبعا عود كزبره كمان حطيه برده بتبقى حلو. هقلب دول كده مع بعض. حطيتها كده معايا اهي، حطها في قلب الزيت. اهي زي ما انتم شايفينها كده اهي. تبقى جميله قوي برده. الحشو اللي انتوا بتحطيه ده بقى بتبقى تبقى محشيه كده برده زي بتاعه بره. الحشو ده بقى اختياري ليكي، عندك فلفل الوان اي حاجه موجوده عندك. جميله قوي. هقلبها كده مع بعض. دي كانت احمرت عندي اهي. هقليها كده ونرجع كده نشوفها تاني مع بعض. شايفين كده خلاص خلصت كده معانا الطعميه. روعه جميله جدا بصراحه. الطعم حكايه، ولا انضف ولا اسهل ولا احسن من كده. شكلها جميل جدا جدا. تقدميها طبعا مع شويه بطاطس مقليين، مع طماطمتين كده مقطعهم ومعاهم قرنين شطه، مع بتنجانه طبعا كده ونملحها ونحط عليها كده خل كده وليمون ونظبطها كده طبعا. واي حاجه طبعا عندك موجوده في قلب البيت. وبالف هنا وشفا. اتمنى يكون الفيديو بتاعي عجبك. لايك وشير لقناتي على اليوتيوب، وفعلي الجرس علشان يوصلك مني كل جديد وتشوفي كل الوصفات الجديده. وانتظريني طبعا في فيديو جديد اعمل معاكي كل حاجه جديده وكل حاجه تتمنيها في قلب بيتك. واتمنى منكم ان انتوا تكتبوا لي معاكم في قلب التعليقات اذا كانت الوصفه بتاعتي عجبتكم النهارده ولا لا. واللي عايز اي حاجه يكتبها لنا في قلب التعليقات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Audio Jungle.